الفيديو ده اتحدى بيه اي حد، ومش هقول لك انا احسن واحده بتعرف تعمل فراخ محشيه، انا هسيبك تشوفي الفيديو الاول وبعدين تحكمي بنفسك. هقول لك كمان النهارده على طريقه الرز الخطير بتاع المطاعم، لو في مسابقه طبخ دلوقتي الوصفه دي تكسب بدون نقاش. اول ما تشوفيها كده تحسي انها فرخه جايه من المطعم مش معموله في البيت ابدا. والبدايه كده عندي ملح وفلفل وبابريكا وقرفه وبهارات فراخ وشطه اختياري ورشه صغيره من اللوري المطحون. ودي كده التوابل اللي هحطها عشان اتبل بيها الفرخه الحلوه دي. هضيف عليهم معلقه خل، عصير نص ليمونه، ومعلقتين زيت، ومعلقه صغيره من الصلصه. ميكس كل الكلام ده مع بعضه كده احلى تتبيله جاهزه عندك. ممكن كمان تزودي لها فصين من الثوم او تزودي بصل مفروم براحتك. هنزل بالتتبيله الخطيره دي على الفرخه المتنضفه ومغسوله كويس جدا جدا، وفاصله كمان الجلد عن اللحم ومنضفاه تماما زي ما هتشوفي دلوقتي. بفصل الجلد عن اللحم كده بايدي، وبدخل ايدي وبطلع الماده الزلاليه اللزجه اللي بتكون موجوده ما بين الجلد واللحم عشان ننضف الفرخه تماما وما يكونش فيها زفاره نهائي. غطي الفرخه واركنيها في الثلاجه شويه على ما نجهز الحشوه. عندي زيت وسمنه او زيت وزبده على النار. هنزل بكبد فراخ متقطعه ومتنضفه ومتصفيه تماما، ما فيهاش ولا نقطه سوائل خالص. وعلى فكره الفرخه والكبد دي متنضفه من امبارح بالليل وبايته في مصفى في الثلاجه علشان اتاكد ان ما فيهاش سوائل نهائي خالص، ونزلت كل الزفاره اللي موجوده فيها. طبعا انا سخنت الحله الاول لان الكبد دي لازم تنزل على طاسه وزيت سخنين جدا، وطبعا الزيت اللي انا حاطاه ده كميه تكفي الرز اللي انا هعمله. بعد ما شوحتها بفلفل اسود بس كده واستوت خالص تماما بنسبه 100%، هنزل على طول عليها ببصلتين كبار مبشورين ناعم قوي في الكبه، وعليهم توابل ملح وفلفل ومرقه وقرفه وبهارات برياني او بهارات كبسه. هحطهم كده وهقلب كويس، وهنزل بمعلقه عسل اسود كبيره وقلبي وشمي الريحه وشوفي اللون والجمال. وانا هنا مش محتاجه اشوح البصل كتير، البصل اوريدي خد اللون من العسل ومن التوابل، فمش هشوحه كتير، يا دوب هقلب بس كده وانزل على طول بالرز بتاعي. دول حوالي 3 كوبايات من الرز اتغسلوا كويس، وبعدين هضيفهم على الخلطه دي وقلبي بقى كده وشوفي لون الرز. بعد كده هنضيف الميه على قد عيار الرز اللي احنا حاطينه. طب يا عفاف الرز ده كله للحشوه؟ طبعا لا، انا بحب دايما ازود رز زياده علشان اقدمه مع الاكله اللي احنا عاملينها وناخد منه على قد الحشوه اللي احنا عاوزينها وبس كده. طبعا اول ما بيتشرب بقلبه واسيبه 5 دقائق بس، عايزاه يعني 3/4 تسويه كده، ما يكونش ني وما يكونش مستوي طبعا خالص. هاخد كده الكميه اللي انا محتاجاها واغطي وهدي على الرز ده لحد لما يستوي ويكمل التسويه بتاعته بالطريقه العاديه. يلا بينا نحشي الفرخه. لازم تاخدي بالك وانت بتحشي الفرخه ما تضغطيش الرز ابدا، احنا بنحط الرز كده ونسيبه مهوي، يعني مش بنكبسه قوي في الفرخه عشان الرز لازم يستوي وياخد راحته ويبقى له مكان يستوي فيه. طيب انا بحب احط طبقه خفيفه قوي ما بين الجلد واللحم، مش بحشي كتير بس بحط طبقه وافردها بايدي كده بتبقى خطيره بعد التسويه. كمان بحط حشوه الرز دي ما بين الاوراق بتاعه الفراخ كده، واي فتحات ينفع احط فيها رز بحط، بس طبعا مش بكبس جامد علشان اسيب له مكان ان هو يستوي والجلد بتاع الفرخه ما يتقطعش معايا. كده خلاص انا خلصت كده تمام. جبت بس خيط وربطت رجليها بالشكل ده عشان اولا احكم الرز شويه ما يقعش يعني، وفي نفس الوقت تبقى ملمومه كده ما تفتحش معايا ويبقى شكلها مظبوط شويه بعد ما تستوي. سخنت دلوقتي الفرن بتاعي على اعلى درجه حراره، وحطيت الشبكه والصاج في نص الفرن. هاخد الفرخه دي وانزل بيها في الحله اللي هسويها فيها في الفرن، وانا هسوي الفرخه دي في الحله دي من غير ميه خالص. هي مش بس محشيه، هي كمان مشويه، يعني مفيش احلى من كده يعني خالص. هغطيها دلوقتي واحطها في الفرن على اعلى درجه حراره لمده نص ساعه، وبعدين ههدي النار شويه نص ساعه كمان. استوت في ساعه بالظبط. طيب عشان بيجي السؤال ده كتير، لو احنا هنعمل في صينيه عاديه نعمل ايه يا عفاف؟ طبعا لازم تكمريها كويس وتلفيها بورق زبده وبعدين ورق فويل، وتحطي ميه مغليه في ارضيه الصينيه. طبعا انا كده طلعتها بعد ساعه بالظبط. هاخد من شويه الصوص اللي نزلوا دول ادهن بيه الفراخ كده واحط شويه على الوش، وهدخلها تتحمر تاني. ويلا بينا نقدم الوصفه الخطيره بتاعتنا النهارده. ده شكل الرز اللي سبته يكمل تسويه على النار اللي عملناه للحشوه. شايفين لونه عامل ازاي يا جماعه؟ انا مش بس هكلمكم عن اللون، انتوا لازم تجربوه عشان الطعم جبار. وادي الفرخه الخطيره بتاعتنا اللي الرز اللي فيها مستوي ومتحمر، الفرخه مستويه جدا ومتحمره وما ضفناش عليها ميه، فمش عايزه اشرح لكم الطعم عامل ازاي، اكيد انتوا متخيلين. فرخه استوت منها فيها يعني. حطيت الرز كده في صينيه علشان نحط عليها الفرخه دي ونقدمها مع بعض. ممكن لو حابه تضيفي على فكره بطاطس بصل طماطم خضار تحت الفرخه تقدري تعملي كده. تعالوا اوريكم شويه الصوص اللي نزلوا كده مع الفراخ يتحطوا على الرز كده خطير. يعني ايه رايكم؟ بصوا لو في كمان خضار استوى مع الصوص ده بيبقى طعمه تحفه قوي. هنزل منه شويه كده على الفراخ. الفراخ بتاعتي هتلمع وتبقى شكلها مشهي جدا وخطيره. تعالوا نفتح كده ونشيل الخيط اللي احنا كنا رابطين بيه رجل الفرخه مع بعض. وايه رايكم في الحلاوه دي؟ الفرخه طبعا دي ما شاء الله يعني فرخه كبيره مش صغيره، واخدت معايا ساعه بالظبط. يهمني قوي في النتيجه ان الرز اللي جوه الفراخ ما يكونش رز معجن، ويكون الرز مفلفل كده وكل واحده لوحدها. تعالوا بقى نشيل كده ونشوف طبقه الرز البسيطه اللي احنا حاطينها تحت الجلد بتاع الفراخ عامله ازاي. كلموني عن الجمال ده بجد. يعني فرخه كده ما تاكليهاش في اي مطعم، مش هيعرفوا يعملوها كده. اعمليها انت في البيت بالطريقه دي وان شاء الله هتعجبك جدا، واللحم بتاعها مستوي والرز بتاعها مستوي وكل حاجه فيها بصراحه خطيره. هستنى تعليقك تحت الفيديو ده، وما تنسيش تعملي كمان لايك وشير، وتابعيني في قناتي على اليوتيوب.